السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم احبابي، عاملين ايه؟ النهارده بقى قلنا ايه؟ عايزين نشرب الشاي ونفطر. لقينا ايه؟ مفيش اي حاجة لينا مزاج ليها، وملناش مزاج ناكل ولا يعني حاجة على الصبح كده. قلنا يلا نعمل ايه؟ نعمل معمول نفطر فيه بالشاي واللبن، بيبقى جميل جدا في اي وقت، الصبح بالليل، اي وقت جميل قوي. وبعدين هو مش بيتكلف، ده هو بيتعمليه بطريقة سهلة جدا، وما فيهاش اي تفاصيل، يعني كلها مقادير سهلة وبسيطة من البيت. اهم ما فيها ان انتي مثلا يكون عندك مثلا 300 جرام زبدة. في زبدة حلوة كده انا بجيبها من علوش، دي زبدة اوكراني بتاعت حلويات، جميلة جدا 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 وسعرها مش غالي، بس حلوة جدا. انا جربتها في الحلويات لانها لقيتها شبه قوي عندنا الزبدة اللي هي البقري، فلقيتها جميلة جدا فاستخدمتها بصراحة في اكتر من حاجة، لقيتها حلوة جدا. هي مستوردة، اسمها اوكراني، زبدة اوكراني. جبتي 300 جرام زبدة اوكراني، وكيلو عليها كيلو دقيق، ودي كيلو دقيق زائد ذرة ملح، وعليه معلقة كبيرة خميرة، ومعلقة صغيرة ينسون. ولو تحبي يعني اللي تحطي ينسون تحطي، ما تحطيش براحتك. ولو عندك شوية ريحة كحك برضه عايزة تحطيهم، عندك ما عندكيش مش مهم. وشوف بقى، حتى هتحطي حبة فانيليا مفيش مانع. ده على كيلو دقيق، والحاجات دي كلها هتحطيها، وتحطي 300 جرام الزبدة الأوكراني عليها، تسيحيها كده، تفكيها على النار بس. وبعد كده ايه؟ تروحي ايه فركاها زي ما بتفركي الكحك مع السمنة، الدقيق مع السمنة في الكحك، تفركيها كويس قوي. وبعد ما تفركيها طبعا بتكوني حطيتي الخميرة في شوية مية، ضفتي على الدقيق كمان معلقتين سكر. ضايفه على الدقيق، عايزه تحطيهم في الخميره ما تحطهمش كلهم في الخميره، عشان ما ممكن الخميره ما تنشطش بسبب ان انت حاطه سكر كتير. حطي مثلا نص معلقه في الخميره عشان تنشط، بقيه المعلقه او نص كبار حطيهم مع الدقيق وبس بقى. وتحط طبعا، قلنا حطينا اللي هي معلقه اليانسون الصغيره لو عايزه، ومعلقه خميره كبيره، وذره الملح. وبعد كده تروحي جايبه الزبده مسيحاها 300 جرام زبده اوكراني، وتروحي مسيحاها، وتروحي عامله بيها الدقيق. ولو عايزه تحطي حبه سمسم حطي، حبه ريحه كحكه تحطي، اللي عندك يعني. ده كحك زي المعمول، بتعمليه المعمول زي الكحك، بتحطي فيه اللي انت عايزاه بس. وتروحي فركه الدقيق في السمنه كويس قوي. وبعد كده بتحطي عليه الخميرة مع المية، بتزودي لحد ما انتي تحسي ان العجينة اتلمت ومعاكي وبقت حلوة طرية، مش طرية قوي بس حلوة معقولة كده. وطبعا يعني بتحطي عليها، بتحطيها تخمر حوالي قومي نص ساعة كده، بس تلاقيها عليت. وبعد كده يكون محضرة على بال ما تخمر، هي بتحط لها، بتحضري ربع كيلو العجوة، وتروحي حاطة فيه معلقة زبدة أو معلقة سمن سيحيها. وبعدين تروحي عاملة تروحي مكوراه كور صغنونة جدا، يعني كور صغننة كده حلوة، عشان هتحطي في كل واحدة قلبها كورة. وانت بتحطي في القالب ده، وانت بتحطي في القالب ده بتحطي كل واحدة في قلبها كورة. شايفة القالب اللي انا عاملة بيه ده اهو؟ بتروحي مكوره كوره مقوره في وسطها كده، فحره في وسطها، وتروحي حاطه كورتي العجوه، وتروحي قافلاهم، وتروحي حاطه القفله من تحت والساده فوق كده، تضغطي عليها بايديكي كده بسيط من حواليها وتظبطيها، وتروحي شايلاها، تطلع معاكي نفس المنظر الجميل ده. سهله جدا وبسيط جدا. وتسيبيه بقى في الصاج يخمر برضو نص ساعه بعد ما تخلصيه. شكله جميل جدا. عايزه بقى تعملي تجودي من عندك، تجيبي مثلا معلقه من نسكافيه او معلقه عسل اسود لو ما عندكيش نسكافيه، وتحطي عليها نقطه ميه، وبمنديل مطبخ كلينكس كده صغير بتطبقيها وتغطسي فيها، وتروحي مسحه بالراحه كده على وش على وش الكحك. هتبص تلاقيه يعني بقى ليه وش كده لازج، ده بقى بيخليها تحمر. وتروحي جايبه بقى بايدك كده رشه على كل واحده شويه سمسم صغيره، ده للتزيين يعني اوفر، يعني انت لو عايزاه مش عايزاه. شوفي الكيلو عمل صاج قد ايه. بصي كل الصاج ده ما شاء الله من الكيلو كحك، كيلو دقيق سوري، ده كل ده كيلو دقيق. وكمان بصي
وفايض. بصي كمان قد ايه لسه في الطبق ده، هحطه في صينيه ولا هحطه في حاجه. في حوالي 4 وحدات اهو. بص الطبق اللي انا عاجنه فيه اهو، حطاهم لسه فيه، هحطهم في صينيه صغيره كده ولا حاجه. كل ده عملتيه بكيلو دقيق و300 جرام. 300 جرام دول يعني مش هيكلفوكي كتير صدقيني. والزبده دي انا جربتها حلوه، وفي الحلويات تحفه تحفه تحفه، وفي المعجنات تحفة. يعني بصراحة يعني لقيتها جميلة جدا، أحلى من الزبدة اللي عندنا بكتير. هي قريبة قوي، لقيتها من حتى طعمها، حتى وانت بتفكيها كده وتسيحيها مش بتنزل زيت كده، لا لا ما بتنزلش زيت. بتحسي ان هي فيها آه، بتحسي ان هي فيها كمية من اللبن كده، زي ما يكون زبدة بتاعتنا اللي هي البقر بتاعتنا. يعني بتحسي ان هي كده فيها يعني لبن كده، تحسيها طبيعية، مش زي بتاعتنا لما تفك تبقى كلها زيت كده، لا. انا حسيتها ممتازة في الحلويات. عملت بيها بيتي عملت منها المعمول ده كذا مرة. بصراحة جميلة جدا. عملت منها برضو مش عارفة ايه تاني، على القناة عندكم حاجات كتيرة عاملاها منها، وهي جميلة جدا اللي عايز يجربها. وانا بجيبها من علوش. علوش بيبقى سوبر ماركت كبير موجود في اي مكان. طبعا انا مش بعمل له دعاية، هو مش ناقص دعاية، هو ما شاء الله العروض بتاعته يعني عاملة له دعاية بما فيها الكفاية. والحقيقة الامانة لسه مجرباه قريب، بس طلعت جميلة وتجربة حلوة ان شاء الله، اتمنى تعجبكم. ولما يستوي واحط له برضو نقطة النسكافيه على وشه والسمسم، هوريكم شكله بقى عامل ازاي. وبرضو لما اخبزه في النهاية هقول لكم اوريكم شكله عامل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة عملنا حاجة بسيطة كده واحنا قاعدين، قلنا يلا نعمل حاجة نشرب بيها الشاي. حاجة ده انتوا عارفينه طبعا، اسمه المعمول. جميل جدا وبطريقة بسيطة جدا، وباتنين كوباية دقيق. حاجة كده ولا أروع. بص عملت لي الكمية دي كلها. 2 كوباية دقيق و2 كوباية دقيق تاني، دقيق سمولينا. دقيق سمولينا انتوا عارفينه بقى، اللي هو بتوع البسبوسة. دقيق البسبوسة اللي هو اسمه دقيق سمولينا، يكون ناعم وتجيبيه. والمكونات سهلة وبسيطة كلها، هقولها لكم عليها. وطلع في منتهى الجمال. بصي كلهم عاملين أحب قد إيه عملوا كل دول في وقت قليل جدا، يعني مفيش ربع ساعة تلاقي نفسك عملتيه، وسهل جدا في تنفيذه. بنعمل ايه؟ بنجيب الاول مكونات الجافة، كوبايتين دقيق سمولينا، كوبايتين دقيق عادي، وتروح حطاهم في طبق، وتروح حاطه عليهم ذرة ملح، وممكن تحط ذرة بيكنج باودر، ما فيش مشكلة. بس. وبالنسبة للسمنة، بنجيب كوباية سمنة مليانة، كوباية سمنة بقى مخلوطة، سمنة بلدي حسب قدراتك، بس ما يبقاش زيت، لان يعني لو زيت يبقى نصها زيت ونصها سمنة. لازم السمنة عشان تحسي فيه بطراوة. وبعدين طبعا احنا حاشينه عجوة. وبعدين رحنا حاطين، سخنا بس السمنة كده، كوباية السمنة، وفركناها كده كده، تفتركي فيها كده لحد ما الدقيق يبقى عامل زي الكسكسي كله مبلل بالسمنة. خلاص. وتجيبي نص كوباية، كوباية الا ربع الاول ميه، تحطي منها نص كوبايه على معلقه خميره كبيره، على معلقتين لبن بودر، على معلقتين سكر، وبس. وتروحي مقلباهم مع بعضهم كده، وتسيبيهم بقى وتركنيهم كده يخمروا شويه. وبعدين بعد ما تشربي الدقيق بالسمنه كده، تروحي حاطه عليهم بقى الخميره بشويه السكر باللبن البودر اللي فيهم، وتروحي مقلباهم بقى كده شويه. تبص تلاقيهم لو عايزين ميه تاني هتحط لهم ربع كوبايه، نص كوبايه، حسب ما العجينه تبقى طريه وحلوه معاكي، تبقى طريه شويه. ليه؟ لانك هتسيبيها مثلا نص ساعه، تريحيها نص ساعه، وتحطيها عليها كيس نايلون، وتسيبيها ترتاح نص ساعه. دي الصامولينا بيشرب سوائل، يعني انت تعمليها بس تبقى طريه شويه معاكي، وتكوري حته في ايدك كده تشوفيها اذا كانت مش مشققه خلاص الدايره، خلاص تعرفي ان هي بقت كويسه، بس تبقى مايله للطريان. لان دي الصامولينا لما هيقعد معاكي هينفش، او بينفش لما يشرب بقى السوائل، هيبقى هيدي معاكي نتيجه جميله جدا، وهتبقى مظبوطه جدا. وتكوني محضره بقى ربع كيلو عجوه ولا حاجه، بتروحي حاطه فيه حته سمنه صغيره كده، وتروحي عاملاه كور صغيره، كور صغيره، تحضريها على بال هي ما تخمر نص ساعه ولا حاجه، وتروحي حطاهم بقى فيها. وفي قالب بتاع قوالب الكحك، وتروحي حاطه مدوره الحته كده، وتروحي مكورها، وتروحي حاطه فيها قطعه الخميره، قطعه سوري قطعه
العجوة، وتروحي متشكلاه كله كده بالشكل ده. هيطلع في منتهى الجمال معاكي. ترصيه تسيبيه يخمر، هيعلى معاكي، يبقى حلو كده نص ساعة ولا أكتر يعني. لما تلاقيه عالي بقى وشكله خمر كده، تروحي مدخله الفرن على درجة حرارة 170 على الرف الأوسط. وهنستنى نشوف مع بعض عملناه ازاي وبقى شكله عامل ازاي.